السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم يا دكاترة. ازيكم عاملين إيه؟ إن شاء الله كده تكونوا دايما في أحسن حال ودايما تكونوا جاهزين لأقوى المراجعات وأقوى حل امتحانات. حلو. طيب النهارده إن شاء الله بإذن الله تعالى إحنا هنعمل محاكاة للامتحان بتاعك أو الورقة الامتحانية اللي هتكون موجودة معاك. اصحى بقى معايا وعايزك تكون جاهز وتركز معايا عشان نشتغل على أهم الأفكار. حلو. طيب أول حاجة معايا هنا هو الإملاء. بيقول لك هنا إيه يا سيدي؟ يحرص، طبعا في استماع فوق بس أنا مش عايزه دلوقتي. يحرص المؤمن دائما على إن يقرأ. إيه ده يا حاج ده؟ أن يقرأ أهو، اديله واحدة أن على طول. ماشي، الهمزة مش عايز تتكتب بس مش مشكلة أهو، والله اللي كاتبها. يقرأ القرآن بهدوء تام. تمام. لكي ادي نقطتين طايرين اهم. يملأ، عندك همزة، قلبه بالطمأنينة والتفاؤل. التفاؤل بتتكتب كده؟ لا طبعا، التفاؤل. الهمزة مضمومة ما قبلها حرف مد، ولذلك تكتب ايه؟ على واو. مبتعدا عن كل ما يؤذيه او يسيء اليه او يسيء الى صفاء رؤيته. كده لا طبعا، رؤيه احنا بنكتب ازاي؟ على حسب الحركات. بص، طبعا هنا سلم الحركات بيقول ايه يا مولانا؟ سلم الحركات بيقول ان الهمزه تكتب على حسب حركتها او حركه ما قبلها. حلو. الهمزه ساكنه وما قبلها مضموم تكتب على واو، تبقى رؤيه. شكرا ليك. خلي بالك من الحتت دي عشان دي مواصفات الورقه الامتحانيه بالظبط. مواصفات الورقه الامتحانيه بالظبط. تمام. تعال بقى نشوف النص الادبي. بيقول لك ايه؟ الصمود امام احداث الزمن هو مقياس قوة المرء وقدرته على النجاح، والمصائب تكسب المرء الصلابة والمهارة والذكاء وتزوده بالتجربة النافعة، فإذا استطاع أن يصمد أمام المحن ويتغلب عليها فإنه يتمكن من فرض إرادته على ما يواجهه ويتخطى ما يقابله من العقبات، ويجعل الظروف تنقاد له وتتبع رغباته وآماله. إن الحياة في حقيقتها سلسلة من الكفاح والجهاد في سبيل العيش والسعادة. إن الحياة مدرسة يجري امتحانك فيها بلا منهج أو مقرر، وما دامت هكذا فلا بد للعاقل أن يتبصر ويحتاط للمستقبل ويتخذ لكل يوم عدته ويستقبل صدمات الدهر بثبات. طبعا هنا النون مع التنوين مع الإضافة بيطير زي العصافير. المفروض هنا تبقى إيه؟ ويستقبل صدمات الدهر بثبات وصبر وعزم لا يلين وهمة عالية لا تنحني أمام النوائب مهما عظمت. فالإنسان الذي لا يستسلم لا يبقى لحياته معنى. حلو. معنى يتخطى. طيب تعالى نطلع كده والنبي واحدة واحدة. الصمود امام احداث الزمن ومقياس قوه المرء وقدرته على النجاح، والمصائب تكسب المرء الصلابه والمهاره والذكاء تزوده بالتجربه النافعه، فاذا استطاع ان يصمد تغلب فانه تمكن من فرض على مواجهه ويتخطى هوب 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 ويتخطى ما يقابله من العقبات. طب انا ليه رجعت يا سيدي؟ افرض كان ليها معنى تاني في الجمله. ليه تتسرع؟ محدش بيجري وراك. يبقى يتخطى هنا يعني ايه؟ يتجاوز. مضاد السعاده الضعف ولا الجزع ولا الشقاء ولا القسوة؟ طبعا عكس السعادة هو الشقاء. طب ليه؟ الضعف عكسها القوة، الجزع عكسه اللي هو الصبر، القسوة عكسها اللين. طيب هنا بيقول لك ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. ما يمر بالإنسان من أحداث يكسبه خبرة يواجه بها المستقبل. أوكي، يس. الإنسان الذكي يهرب مما يواجهه من عقبات. طبعا لا، هو كده ذكي؟ غلط. تعالى ننزل. هنا بيقول لك ايه؟ بما يقاس نجاح المرء كما تفهم من الفقره الاولى. يبقى انا اروح مديله هنا واقول له ايه؟ يقاس، تمام، نجاح المرء بقوه صلابته وتحديات امام الصعاب. شكرا.
علاقة جملة وهمة عالية لا تنحني في الفقرة الثانية بما قبلها. سؤال صعب، سؤال صعب. تعال نجيبه. حلو 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 حلو. طب انت فين؟ انت فين؟ اهو. وهمة عالية لا تنحني امام النوائب. تعال نشوف اللي قبليها. ويستقبل صدمات الظهر بثبات وصبر وعزم ولين. وهمة عالية لا تنحني. طب هو هنا هو عمل ايه؟ هل هو هنا في تعليل؟ مفيش تعليل. طب في نتيجة؟ مفيش نتيجة. طب انت هنا كده طبعا كطالب هتحتار ما بين حاجتين، يا اما توضيح يا اما توضيح يا اما ايه؟ توكيد. لا، هو مش محتاج يوضح حاجه، هو بيقول لك يستقبل صدمات الحياه بثبات وصبر وعزم ولين. ما هي الهمه العاليه هي الثبات والصبر والعزم واللين، يبقى العلاقه هنا توكيد. احنا قلنا ان التوكيد بيديك نفس معنى الايه؟ الجمله بالظبط. يبقى العلاقه هنا توكيد. طيب، النص المعلوماتي. إنه أبو بكر محمد بن زكريا الرازي ولد في مدينة الري في إيران حاليا، وكان طبيبا فيلسوفا كيميائيا، وكان بحق من أعظم أطباء المسلمين الأوائل الذين جمعوا بين العلم والرحمة، ويعد رائد الطب الإنساني في العصور الوسطى. أول من أنشأ مستشفى للمرضى النفسيين في وقت كانت المجتمعات فيه تعامل المريض النفسي كالموسوس، لكن الرازي تعامل معه كإنسان يحتاج للعلاج والرعاية، وأسس مستشفى يعامل فيه المرضى النفسيون باحترام ورفق، وهذا سبق به أوروبا بقرون. وكان يقول إن الطبيب لا يجب أن يرهق المريض بكثرة الأدوية أو قسوة العلاج. من أبرز مؤلفاته الحاوي في الطب، وهي موسوعة ضخمة تعد من أعظم ما كتب في الطب، وترجمت للاتينية واستخدمت في جامعات أوروبا لقرون. والمنصوري في الطب رسالة في الجدري والحصبة. تمام؟ يبقى فكان أول من فرق بين المرضين بوضوح تام، وأول من استخدم الكحول كمطهر للجروح، وأول من وصف الحساسية والربو، وقال إن بعض الأمراض سببها نفسي ليس جسديا فقط. يا ولاد القطعة دي جميلة أوي 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 ومهمة أوي أوي أوي، وهتفتح معانا حتة حلوة. بصوا يا ولاد، الراجل ده اللي هو محمد أبو بكر ابن الرازي، راجل من أهم العلماء ومن أهم الأطباء المسلمين، وما بدأش إن هو يزجر المجتمع أو يزجر الإنسان المريض النفسي. ولذلك يجب علينا جميعا يا أولاد، يجب علينا جميعا أن نتعامل مع أي مريض برفق ولين. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أمرنا دين الإسلام. حلو. طيب، يبقى هنا الراجل بيتكلم ان هو بدأ ان هو يعمل ايه؟ عمل اول مستشفى للمرضى النفسيين، ما بقاش يرهق المريض بكثرة الأدوية وقسوة العلاج، بقى يتعامل مع الإنسان أو المريض النفسي برفق ولين. طيب، عمل إيه؟ عمل هنا فرق ما بين الجدري والحصبة، بدأ إن هو يعمل وضوح تام ويستخدم الكحول عشان يطهر الجروح. وقال لك هنا اكتشف الحساسية والربو، فرق ما بينهم إن ده في فرق وده في فرق. والراجل قال معلومة مهمة جدا، وقال إن بعض الأمراض سببها نفسي ليس جسديا فقط. لذلك علينا جميعا أن نهتم بهذه المعلومة، وإن احنا نحافظ على أي حاجة بتكون بتأثر على نفسيتنا. تمام؟ طيب، مرادف يرهق. طيب، هنا عايز كلمة يرهق أهو. لا يحب أن يرهق المريض بكثرة الأدوية. يترك ويهمل، بلح. يتعب ويكلف، ماشي. ينحاز ويميل، بلح. يؤذي ويضر، ها، ولا يتعب ويكلف؟ شايفها ايه؟ اهو يرهق. هو هنا بيقول لك هو لا يحب ان يرهق المريض بكثرة الادوية او قسوة العلاج. احنا استبعدنا اتنين عشان الطالب ممكن يعمل كده. اكيد مش هيتعب المريض يعني يأذيه ويضره، لا يبقى يتعبه او يكلفه. ما ينفعش يؤذي ويضر؟ لا، يؤذي ويضر بكثر العلاج لا. ليه بقى؟ يبقى زي كده ما الاستاذ صديقنا ماريو قال بالظبط، وهو ان احنا ما ينفعش اصلا ان يكون في طبيب بيتعب حد بكثره الادويه، او ان هو يكون بيضايق المريض بايه؟ بكثره العلاج. يبقى يتعب ويكلف. طيب،
علاقة قوله بل ويعد رائد. حلو، لما تشوف بل اوعى الجمبري بقى، لما تشوف بل يبقى علاقتها بما قبلها ايه؟ احنا قلنا ان في علاقة الجمل ببعض لو بل جه قبليها نفي، ما جاء علي بل عمرو، ده كده اسمه استدراك. ده كده اسمه ايه؟ استدراك. ده كده اسمه ايه؟ استدراك. طبعا الاجابه هنا توكيد. ليه بقى توكيد؟ عشان بل ما جاش وراها نفي، ما جاش وراها نفي. يبقى هنا لو لقيت بل وما جاش وراها نفي يبقى هنا ايه؟ توكيد وش. ما الدليل على انسانيه الطبيب ابي بكر الرازي؟ انه ايه؟ انه لم يرد تكلفه وتعب المريض. حلو، هنا بيقول لك سوري انا في سؤال عديته، ده علامه صح. جمع ابو بكر الرازي بين العلم والرحمه. اوكي، وش استنتج الفكره الفرعيه لما يقول لك بقى عايز فكره فرعيه انت هتختار عنوان صغير للفقره الاخيره اهي اهي اهي، ابوس ايدك. يبقى انت هنا لما تختارها هتكتب ايه؟ اهو هتكتب مؤلفات ابي بكر الرازي. يبقى هنكتب مؤلفات ابي بكر ايه؟ الرازي. حلو، كلام جميل. تعالى بقى نروح للحاج فاروق جويده، عم اشقية مصر وعميد الشعراء. طبعا انا بهزر، مفيش كده. هنا بيقول لك ايه؟ رسمنا على القلب وجه الوطن نخيلا ونيلا وشعبا اصيلا، وصنعك يا مصر طول الزمن ليبقى شبابك جيلا فجيلا، على كل ارض تركنا علامه قلاعا من النور تحمي الكرامه. اوه حلو قوي الكلام ده. طبعا هنا فاروق جويده الشاعر العريق المصري، ومن احلى النصوص اللي انا قابلتها بصراحه في الصف الاول الاعدادي، بيتكلم على الشباب، بيتكلم على دور الشباب، بيتكلم على قوه وحمايه الشباب لوطنهم. هنا بيقول لك عايز كلمه اصيل. لو انت مش عارف، لو انت مش حافظ الكلمات من البوكلت بتاعك او من الكتاب هتعمل ايه؟ كلمه اصيل يعني يقول لك ده انت واد اصيل، المدرس ده اصيل، المحل ده اصيل. كلمه اصيل يعني ايه؟ يعني عريق بقاله كتير قوي. كلمه اصيل يعني عريق، كلمه اصيل يعني عريق. طيب كلمه صناكي، المفروض هنا صنع يعني ايه؟ صنع يعني حمى، تمام، حميناكي. حلو، يبقى كلمه صنع بمعنى ايه؟ بمعنى حمى. عكسها ايه بقى؟ عكسها حاربناكي او تركناكي. يبقى هنا يا اما حاربناكي يا اما تركناكي، على حسب، ما حدش يقدر يغلطك في الاثنين. مش لازم المعنى يعني يكون بنفس المعنى قوي، انت ليك الحريه، ولكن خلينا نمشي في تركناكي. حلو، تعالى بقى نروح ما الدليل على حب الشاعر لوطنه كما فهمت من الابيات. تعالى نرجع للنص اهو. ماشي، اخر حاجه خالص اهو. ايه الدليل على ان الشاعر بيحب؟ اولا ان هو رسم على قلبه ملامح وجه الوطن، وان هو والشباب صانوا مصر طول الزمن، وان هو ترك علامه هو والشباب قلاع من النور تحمي الكرامه. يبقى هنا الدليل على حب الشاعر الوطني كما فهمت من الابيات هو حب مصر ورسمها داخل قلب الشاعر، والتعبير عن الفدائية في حماية الوطن. حلو، استخرج من الأبيات السابقة صورة حسية. احنا خلينا متفقين ان الصور الحسية هي ايه؟ اي حاجة ترى بالعين، تلمس باليد، تسمع بالأذن، تشم بالأنف. حلو، طيب هو هنا بيقول لك ايه؟ رسمنا على القلب وجه الوطن نخيلا ونيلا وشعبا أصيلا. طب انا ما ينفعش اختار واحدة من دول ومثلا اروح جايب واقول هنا ايه؟ نخيلا ونيلا
وشعبا اصيلا. بين الحاسه، النخيل بيتشب العين والنيل بيتشب العين والشعب بيتشب العين، يبقى هنا الحاسه حاسه ايه؟ البصر. هل يمكن ان انت تشترك يا عم عادي، ايه المشكله؟ ما تقول حاسه البصر واللمس، ولا حد يقدر يقول لك حاجه، ولا حد يقدر يغلطك، عادي. المهم ان انت تكون بتجاوب صح. سادسا النحو، اخر حاجه اللي الناس خايفه منه. بص يا سيدي، هنا بيقول لك ايه؟ لكل شيء في الزمان وقته. حلو، فلا تستعجل. انا عايز بس اقف عند حته كده بس لما خلص. فلا تستعجل شيئا قبل اوانه وخذ بالاسباب، فقد جعل الله لكل شيء سببا، واذا اخذت بالاسباب وقدر الله لك شيئا فارض به رضاء لا يداخله سخط، ولا تنتظر المسببات فان الله يصرف عنا اشياء رحمه بنا، ولو علم الناس الغيب لاختاروا الواقع. ونعم بالله. اللهم قدر لنا الخير دائما، اللهم قدر لنا كل جميل يا رب العالمين، لي ولكم ولكل المشاهدين والمستمعين. حلو، تعال نعرب الاعراب بتاعنا. هو هنا بيقول لك ايه؟ واذا اخذت بالاسباب وقدر الله لك شيئا فارضى به، طبعا ده فعل امر، رضاء مفعول مطلق، حلو، من نفس لفظ الفعل، لا يداخله سخط. ناس كتير هتقع، هو مين اللي بيداخله؟ سخط، يبقى هنا سخط ايه؟ فاعل مرفوع وعلامته الضمه. ليه بقى؟ لان هنا ادي يداخل، تعالى كده، ادي يا عم يداخل، وقلنا الهاء والكاف والناء والياء لزقوا في فعل مفعول به. يبقى لو جه قال لك استخرج فعل متعدي، اضرب بقى عصفورين بحجر بقى، ما تفضلش ان انت تزعج نفسك وتدور. ولا تنتظر المسببات فان الله، تعالى كده اهو، ادي اسم الجلاله اهو. هنقول اسم الجلاله، ناس كتير بتقول لفظ الجلاله ولكن انا افضل اسم الجلاله. اسم الجلاله منصوب على التعظيم، يبقى احنا كده المفروض كنا نقول اسم الجلاله اسم ان، او اسم الجلاله اسم ان منصوب على التعظيم. يصرف عنا اشياء رحمه بنا. هو ليه بيصرف عنا الاشياء؟ جمله فعليه، ناس كتير بتقع ما بين الحال والنعت والمفعول لاجله. يا عم واحده واحده، اسال بليه اهو. ليه هيصرف عنا اشياء رحمه بنا وكفى بالله رحيما؟ يبقى هنا ايه؟ مفعول لاجله منصوب وعلامته الفتحه. حلو، الفعل اللازم مما يلي. حلو، طبعا يعني انا مش محبذ ان ده يعني ممكن يجي كده، بس لو جه هيقول لك الفعل اللازم مما يلي، هو كده سهل عليك حاجات كتير قوي. حلو، لو جه قال لك مثلا تستعجل وارضى ويصرف. حلو، واحده واحده، حط كده ارضى، حط له هاء، ارضاه غلط ما قبلهاش، يبقى لازم تستعجله قبل، يصرفه قبل، علمه او علمه قبل، يبقى ارضى. هنا بيقول لك الفعل المعتل مما يلي، تنتظر واختار واخذت ويداخل. حلو، تعالى كده نجيب واحد واحد نفصصه. تنتظر المفروض ان هو هنا اصله ايه؟ انتظر. طب ده الاصل بتاعه نظر، مش تبعنا، لا، اختار اصله خار. حلو، تمام. اخذت اصله اخذ، مفيهوش حاجه، ده صحيح مهموز. يداخل اصله داخل، اصله دخل، ما فيهوش حاجه. الوحيد اللي طلع معانا معتل اجوف هو مين؟ هو اختار اهو. يبقى هقول هنا ايه؟ اختاروا. طيب، هو هنا عايز الفعل المجرد مما يلي. تعالى بقى واحده واحده. المجرد ده ان هو يديك الصوره من غير زياده. قدر، انا قلت ثلاثي وايه؟ ثلاثي والتضعيف زياده، ثلاثي والتضعيف زياده، ثلاثي والتضعيف زياده، ثلاث حروف والتضعيف زياده، يبقى ده كده زياده. تنتظر، انتظر، نظر، ده زياده باتنين. خذ، اخذ، ولا في ريحه الزياده. يداخل اهو، يداخل، وراح مديك هنا ايه؟ داخل، الماضي خالص دخل، زياده بواحد. الوحيد اللي من غير زياده خالص هو خذ.
التعبير. تخيل نفسك العالم يحيى المشد واكتب سيرتك الذاتية مراعيا عناصرها مع التركيز على اختيار المفردات والتعبيرات. بص يا سيدي، طب انت يا مستر هتسيبني؟ لا انا مش هسيبك يا عم. بص يا سيدي، دلوقتي انا اتخيل نفسي كده ان انا الدكتور مين؟ يحيى المشد. هكتب كده ايه؟ انني اهو، اخش بقى في الحوار على طول. لو عايز تخش الدخله بتاعت في يوم من الايام ولدت في قريه صغيره في الريف المصري، والله ما حد يقدر يقول لك غلط، ما حدش يقدر يقول لك غلط، لان ده كده انت بتكتب قصه يعتبر خياليه، سيره ذاتيه خياليه على شكل مقالي. على شكل ايه؟ مقالي. انت مش تعمل سي في، انا مش بعمل سي في عشان ارص معلومات تحت بعض، لا، انا هخش انا عادي دخله تقليديه. عايز تخش الدخله بتاعت او يا اما انني فلان الفلاني، يا اما اقول ايه؟ في يوم من الايام ولدت في قريه صغيره في الريف المصري، ولم يكن لدينا إمكانيات للتعلم، ولكني ثابرت واجتهدت وأحببت التعلم حتى وصلت إلى مرحلة الثانوية والجامعة. مش لازم إن أنا ساعتها، لأن أنا ممكن ما يكونش حاضر في ذهني في وقت الامتحان معلومات عن الدكتور يحيى المشد. كامل الاحترام والتقدير إلى كل علمائنا الذين شرفونا ورفعوا رؤوسنا في الحياة العلمية المصرية، ولكن أنا هنا عن نفسي لم يوفق واضع المنهج المصري في موضوعات التعبير في الصف الأول الإعدادي تماما، ولا في السيرة الغيرية ولا في السيرة الذاتية، لأن ده طالب في أولى إعدادي مش المفروض إن هو يكتب قصة ذاتية خيالية ملهاش أي لازمة، مش المفروض إنه يكتب سيرة غيرية، لأنه حضرتك حاطط له عندك هنا دروس قراءة مديله معلومات، وأنا المفروض إن أنا أحفظ درس قراءة عشان أروح أكتبه في موضوع تعبير؟ عمرها ما حصلت، عمرها ما حصلت. طبعا هذا مجرد نقد بسيط، ولكم حرية الرأي. طبعا ادي الخط. طيب انا كده خلصت، وعايز بس اكد على حاجة صغيرة يا اولاد. عايز اكد على حاجة صغيرة لو هو عملها معاك اهو. هنا بيقول لك يقول ابراهيم ناجي: أجل إن ذا يوم لمن يفتدي مصر، فمصر هي المحراب والجنة الكبرى، حلفنا نولي وجهنا شطر حبها، وننفد فيه الصبر والجهد والعمر، سلاما شباب النيل في كل موقف، على الدهر يجني المجد أو يجلب الفخر. تمام. طيب هنا بيقول لك إيه؟ هات مما يلي. هنا حلفنا، تمام، معناها أقسمنا، حلف يعني أقسم. طيب معنى المحراب، جمع المحراب المحاريب، ورد في القرآن الكريم: ويعملون له محاريب وتماثيل إيه؟ صدق الله العظيم. لمن يوجه الشاعر التحية في البيت الثالث أهو؟ إلى شباب النيل، مش محتاجة فقاقة يعني. ولماذا؟ لأنهم إيه؟ لأنهم من، طبعا من هنا بمعنى الذين، لأنهم من سيجنوا الفخر لوطنهم. أنا بفنش يا أولاد لو حد زهق معلش. القيمة المتضمنة، لما يجي يقول لك القيمة المتضمنة، القيمة المتضمنة يعني الدرس المستفاد. القيمة المتضمنة يعني الدرس الإيه؟ المستفاد. هو القيمة المتضمنة في البيت الأول هو إيه؟ تقديس مكانة مصر. تقديس مكانة ايه؟ مصر. معلش هنا حرف الدال معوق شوية بس تمام، نكتبه تاني ولا يهمنا. حلو اهو، تقديس مكانة مصر. بص بقى، بص لو جاب لك الحتة دي متحرر عشان البلاغة، لو شغلك بلاغة بالشكل ده والنبي ركز، هيقول لك: ولي وطن مداد النور منه، أضاء بنوره قلب الشباب، بضم قلوبنا كالأم ضما، يعيد الروح من بعد الغياب. حلو، استخرج تشبيه وحدد أركانه وبين أثره. يا ولاد انت عندك هنا التشبيه يا إما بيديك مشبه وأداة ومشبه به ووجه شبه،
بيكون دايما بنسبه كبيره بالنسبه لك انت في اولى وثانيه اعدادي. عندك ايه؟ في حرف الجر فيه كذا 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 كذا. طيب فلنفترض ان مش موجود، مش لازم. البلاغه فيها انواع تشبيه مش كامله. طيب هنا بقى ايه؟ بيقول لك ايه؟ ولي وطن مداد النور منه اضاء بنوره قلب الشباب يضم قلوبنا. هو مين اللي بيضم؟ اهو الوطن، خلي بالك كالام ضمن. حلو، يبقى انت عندك هنا المشبه اهو، واحده واحده لازم تفهم المعنى. المشبه وهو مين؟ وهو الوطن. وعندك هنا ادي اداه التشبيه الكاف، ادي اداه التشبيه الكاف. حلو، وادي المشبه به وهو الام، ادي المشبه به وهو الام. طبعا وجه الشبه مش موجود، طبعا حتى منهج الثانويه العامه مش موجود. احنا ممكن نقول ان هنا وجه الشبه مستشعر من البيت. مستشعر يعني على سبيل ان ده كده ليه نوع تاني. والله الكلام ده ما عليك، مالكش دعوه بالحوار ده. حلو، تعالى هنا اخر حاجه في النحو عشان افنش بقى. بيقول لك الاراده والاصرار هما السلاحان. خلي بالك ادي الاراده مبتدا، والواو ده حرف عطف بيدل على الاشتراك، الاثنين مع بعض. والاصرار مالهم؟ هما مبتدا تاني، مبتدا تاني في محل رفع. حلو، هما مالهم؟ السلاحان. السلاحان هنا ايه؟ خبر مرفوع وعلامه رفعه الالف لانه مسمى مثنى. والخبر هنا نوعه ايه؟ الخبر هنا نوع جمله اسميه. يبقى الخبر لكلمه الاراده، الخبر لكلمه او الاراده جمله اسميه. حلو الكلام. طيب بيقول لك هنا بقى السلاحان الخفيان اللذان يمكنان الانسان من تحويل الاحلام الى واقع ملموس، انهما القوه الدافعه التي تتحدى الصعاب وتذلل. خلي بالك فصل وهيبدا كلام جديد. وتذلل العقبات تذليلا. هي مين اللي بتذلل؟ واحده واحده، دي جمله فعليه. حدد الجمله الاول، دي جمله فعليه. هي مين اللي بتذلل؟ الايه الموجوده معانا اللي هي مين؟ القوة الدافعة. يبقى تذلل ماذا؟ العقبات. يبقى هنا ده كده هيروح مديك مفعول به وحلو منصوب وعلامته الايه؟ الكسرة. منصوب وعلامته الكسرة. نحو طبعا فتحا للطرق. نحو يعني اتجاه التحقيق. فتحا للطرق المغلقة نحو تحقيق الغايات، يعني امام تحقيق. او طبعا ده كده المفروض ان هو هيبقى ايه؟ ظرف. ظرف مكان منصوب وعلامته الفتحة. تعالي يا استيكة، تعالى ايها القلم. ماشي. طيب ادينا يا عم عربنا وخلصنا الاعراب. الفعل يمكنان في الفقره فعل ثلاثي مزيد بحرفين. ازاي بقى مزيد بحرفين؟ يمكن الياء مش محسوبه، الضمير هنا الالف والنون مش محسوب، اصبح ان هو مديك ايه؟ مكن. لا يا باشا ده ثلاثه والتضعيف زياده بالتضعيف غلط. طيب الفعل تذلل في الفقره فعل صحيح سالم. لا ده هو المفروض ان هو ايه؟ ذلل، ده مضاعف غلط. الفعل يقاوم في الفقرة فعل معتل مثال. لا يقاوم اصلها قاوم، تمام؟ او اصلها ايه؟ قوم. لا ده معتل ايه؟ معتل اجوف غلط. ذو العلم مكرم من المجتمع. ادخل فعل يدل على اليقين. يبقى اروح قايل ايه اهو يا عم؟ ظننت ذا العلم. ها ماله بقى؟ خلي بالك ذا العلم ماله بقى؟ مكرما. ابوس ايدك اصحى معايا. مكرما من المجتمع. الجزئيه دي كنت حابب ان انا اتكلم معاك فيها، وهي ايه بقى؟ وهي ان انت لما تلاقي فعل من ظن واخواتها وعايز تتاكد اذا كان انت عامل صح ولا لا، شيل الجمله. هو انا كده نصبت مين؟ نصبت ذو اللي هي المبتدا، ونصبت مكرم اللي هي الخبر. يعني في ناس يقول لك ايه؟ علمنا اللسان الصادق
جوهرة. تلاقي ناس مستخدمه لك يقول لك ايه هو فين المفعول الاول، يقول لك ايه اللسان. طب وفين المفعول الثاني، يقول لك الصادق. طب انا هنا يا عم على كلامك لو انا حذفت، معلش لو انا حذفت، مش المفروض ان الافعال دي بتنصب مفعولين اصلهم المبتدا والخبر؟ لو انا حذفت علمنا اللي صادق فين وحذفت جوهره، ده كده ينفع يبقى مبتدا وخبر؟ النبي كده ده يرضي ينفع يبقى مبتدا وخبر؟ لا، ده كده ايه اهو علمنا، اصبح ان ده كده مفعول اول، وده نعت. حلو، وادي جوهره. حلو، ده كده ايه مفعول ثاني. سمينه نعت منصوب وعلامته الفتح. وبكده نكون يا ابطال خلصنا الحمد لله حل النماذج اللي معانا وحل المحاكاه. اشوفكم على خير، كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله، كده ربنا يفرحكم يوم السبت. انا كنت سعيد جدا ان انا كنت معاكم، تابعوني ان شاء الله لو حابين ان انا اكمل معاكم، ان احنا نكمل ان شاء الله الترم الثاني ونكون بننزل حاجات اكبر واحسن من كده. كل التوفيق ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم على خير يا اولاد.